السلام عليكم ومرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد ونهار جديد على قناتي وقناتكم او انصاف معاد. كما كتشوفوا هذا الروتين هذا بديته معكم من صباح الفطور. البنات انا صباح فاش كنوض وليداتي للمدرسه فكندير الفطور معاهم، كنفطر معاهم باش راكم عارفين اون فوا كيمشيو للمدرسه كيخصني يلاه ندير لهم الغداء باش يجيو يلقاو الغديوه ويتكاو واحد شويه باش يرجعوا في العشيه للمدرسه. راكم عارفين النظام كيفاش داير، يعني ماشي ندير الفطور حتى 10 ولا 11 صافي كنفطر معاهم. صافي هنايا كما كتشوفوا فطور عادي بلدي شعبي، بسيط شاركته معكم ديال الناس ديال الدراوش. فطرنا صيفط الدراري مشاو للمدرسه. صافي هنايا جيت باش ندير واحد الحوته هكايا في اللاطه للغدا. راكو عارفين كلشي تبارك الله ما شاء الله كيعرف يطيب، كلشي حادق يعني. غير حنا كنبغيو نشاركوا مع بعضياتنا، يعني كما كنقولوا الحلوه والحاره، ونشاركوا اليوميات ديالنا على طبيعتهم. هنا التشرموله اللي هي عاديه وبسيطه بالربيع والحامض. هنايا نورمالمون كان خاصني الحمض مصير حيت ما كانش عندي، فدرت واحد اللوب ديال الحامضه كامله. عارفين الحوت كيبغي الحامض والقزبر والربيع والثومه والعطريه البنات، وواحد المعلقه ديال مطيشه ديال الحك هكايا باش كتعطي واحد اللوين زوين. صافي والحوته ديالي نقيتها مزيان وغسلتها مزيان البنات وقسمتها كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا، ودرت لها هكا يعني دوك الخطوط باش كندخل لها التشرموله كامله. صدقوني هاد الحوته ولا هاد اللاطه هادي يعني جات من اروع ما يكون، يعني لا في المذاق ديالها ولا يعني في النكهه ولا يعني في كل شيء شكلا ومضمونا. صافي درنا واحد الغديوه اللي هي بسيطه ديال الناس ديال الدراوش، وقلت غادي نصورها معكم بحكم انني مصوره معكم الروتينات ديالي. ايوا صافي هذا ما كان البنات. ولا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا. ما تنساوش تشاركوا فيها الا عجبكم المحتوى من طبيعه الحال. بالنسبه لهاد اللاطه هذه اولا هاد الصينيه يلاه شريتها. كنت كنستعمل كيكونوا كيتمشاو فيها ثلاثه، ولكن هذه الكبيره البنات فيها 36 سنتيمتر في العرض ديالها. كنت كنستعمل غير دوك الصغارات الاخرين هكايا. اليوم حيت كاين عندي حوته اللي هي كبيره بزاف البنات، يعني القياس ديالها اكثر من 36، يعني في هذيك الحوته تبارك الله ما شاء الله فيها 40 سنتيم في الطول. يعني راه حتى فاش درتها في اللاطه والله ما كفاتني. صافي بالنسبه هنا عندي مطيشه درت واحد 3 الحبات اللي هما كبار. يعني انا هذه هي الطريقه ديالي في الحوت ديال الفران. ما كنبغيش ندير انا داك مطيشه مدوره وديك البصله مدوره، كنديرهم بهذا الشكل هذا. صدقوني كيجيو يعني رائعين، وكتجي يعني معلكه ديك الدغميره كتجي معلكه، ماشي فاش كيكونوا دوائر ما كيطلقوش داك الماء كما كنشلضوهم هكايا. المهم انا غير بغيت نشارك معكم الطريقه ديالي، اما كل واحد تبارك الله كيعرف يعني يدير الحوت ويعرف يدير شحال من حاجه ما شاء الله. صافي هنايا فاش شلطت يعني هنايا مطيشه والبصله، زدت عليهم هكا واحد الزلافه ديال الروز اللي هكايا مسلوق ديك نص سلقه. صافي وزدت ديك التشريميله اللي بقات ليا وخلطتهم كامل هما البنات، يعني كلشي مملحين محمضين معطرين مقصبرين كلشي فيهم البنات. كنحاول نوزع هذيك ديك الخضره هكايا نوزعها على اللاطه. عاد غادي نحط هذيك الحوته المشرمله. وكما كتشوفوا هنايا راه الحوته ديالي كما قلت لكم كبيره على اللاطه، يعني هي فيها 40 سنتيم تقريبا في الطول. ولكن واخا هكاك ما سخيتش قلت ولا بدا هاد الحوته خاصها كلها تبقى هنايا في اللاطه. راكم عارفين الام المغربيه. جبت الموس وقطعت لها يا اختي داك الزنطيط وحتى هو درت وحدها، ما غاديش نلوحوه كلشي ان شاء الله ما نضيعوش. بالنسبه للخضر راه كترافقوه باي حاجه كانت عندكم متوفره ولا اي حاجه كياكلوه وليداتكم. بالنسبه لي انا رافقته غير بالبطاطا كما كتشوفوا الفلفله هكا باش تعطي ديكور. شرملت هذيك البطاطا هكا باش تكون حتى هي طريه وبنينه، وذوقتها كاع بالفلفله. صافي ومن بعد درت يعني داك واحد جوج حارات اولا واحد جوج مزيودات وغادي ندخلهم للفران. يعني غادي تقريبا في الفران غادي ياخذوا لي واحد الوقت ما بين ساعتين حتى 3 سوايع. ولكن اذا كنتو نتوما زربانين فغادي ديروا ليه داك بابي الومنيوم وورق الطبخ باش هكا يردوا الصهد على اللاطه ديالكم والطيب. انا ما عنديش مشكل، انا راه الصباح بكري، راه البنات راه تقريبا دابا راه 9 ديال الصباح، يعني كافيه باش تكون في 12 ان شاء الله واجي من هنا ما يخرجوا الوليدات. كتجي يعني اللاطه اللي هي محمره وواعره يا البنات، ما شهيتكم فيها وبسلامه قلبكم عليها، واللهم اديمها نعمه علينا واحفظها من الزوال يا ربي. صافي موراها تغدينا وتكينا واحد شويه، يعني حتى ديك الوقيته ديال الكاسكروط. صافي كانت عندي واحد لاكوموند ديال واحد السيده نمشي نجيبها. دزت هكايا من المحل اللي كناخذ عنده الملاحف، وقلت غادي نصور لكم الجديد اللي جاب اليوم. كما كتشوفوا السلعه متنوعه ملاحف يعني في الانواع. كاين اللي غاز، كاين الغاز التركي، كاين الغاز الفصاله، كاين الغاز الصقلي، كاين اللبس، كاين كلشي البنات. يعني يعني الانواع والاثمنه راه كتبدا تقريبا من 50 درهم راه البنات حتى ل 5000 ريال حتى 6000 ريال. وبعض المرات كيكونوا شي ملحفات اللي ساويين 5000 درهم البنات. داكشي ديال المناسبات. صورت لكم هذا المحل، صورت لكم هاد لي بوليغون اللي كيتلبسوا تحت الملحفه، كيبانوا غير الدين بحكم دابا البرد ما كيلبسوش دوك الكسيوات ديال الصيف اللي كنت شاركت معكم